لو اتفرجت على الفيلم الأمريكي الملحمي الوصايا العشر اللي أنتج سنة 1956 واللي كانت أحداثه بتدور في مصر وبيحكي قصة سيدنا موسى من وجهة النظر التوراتية، فهتلاقي إن الفيلم مصور بناة الأهرامات على إنهم مجرد عبيد وأسرى شغالين في ظروف قاسية تحت سلطة الجلادين التابعين للملك. الصورة دي ما كانتش من نسج الدراما أو حتى الخيال الشعبي، على العكس ده كان الاعتقاد السائد عند أغلب المؤرخين وعلماء الآثار لوقت طويل من الزمن، وده بسبب كتابات المؤرخ اليوناني هيرودوت اللي بيقول انه سمعها من الكهنة المصريين خلال زيارته لمصر في القرن الخامس قبل الميلاد، واللي فضلت لعشرات القرون هي المصدر الابرز للحضارة والتاريخ المصري القديم، بالاضافة كمان للدعاية اليهودية السلبية عن الحضارة المصرية القديمة. ولو جيت تبص للامور من ناحية المنطق فهتقول طبعا اللي يشتغل في بناء معماري ضخم زي الاهرامات لازم يكون من العبيد ومجبر على كده. ايه اللي يخلي بني ادم طبيعي يتطوع من نفسه كده ويشيل حجارة ضخمة ويبذل مجهود جبار زي ده يا راجل قناة السويس لما جم يحفروها جابوا ناس وشغلوهم بالصخرة أشبه بالاستعباد، رغم إن كان في تكنولوجيا حديثة وقتها مقارنة بعصر بناء الأهرامات قبل آلاف السنين، فأكيد نفس السيناريو ده اتكرر زمان برضه. ورغم إن العبودية في حد ذاتها مش اتهام أخلاقي في حق الحضارة المصرية، لأنها كانت جزء أساسي من النظام الاجتماعي والسياسي للمجتمعات والحضارات القديمة كلها، إلا إن كل ده تغير على إيد طالب أمريكي وقع في حب الأهرامات والحضارة المصرية القديمة وقرر تكريس حياته لاستكشافها، وفعلا قدر يوصل لواحد من اهم الاكتشافات في التاريخ واللي غيرت كتير عن مفهومنا لبناء الاهرامات وجاوبت بما لا يدع مجال للشك على السؤال الاهم: هل فعلا بناة الاهرامات كانوا عبيد؟ ده محور حلقتنا النهارده. انا ربا ودي حلقة جديدة من منصة رعب. سنة 1973 زار مصر طالب أمريكي اسمه مارك لينارد ضمن مشروع لمعهد ستانفورد. المشروع كان لاستخدام تقنية الاستشعار عن بعد حوالين أبو الهول والأهرامات عشان يدوروا على التجاويف والممرات السرية. لينارد كان دوره مع اللي بينظفوا المكان حوالين أبو الهول عشان تركيب معدات الاستشعار. انبهاره بالأهرامات وأبو الهول والتاريخ المصري القديم خلاه يقضي باقي حياته في محاولة لاكتشاف كيفية بناء الأهرامات وأبو الهول. عشان كده مرجعش مع البعثة بعد انتهاء أعمالها وفضل موجود هنا لحوالي 13 سنة، لدرجة ان الناس في المنطقة سموه المتشرد السري. لينارد كان متأكد ان السر موجود في المكان او قريب منه، ولانه كان خبير وموهوب في رسم الخرائط بطبيعته خبرته دي ادته لمحة عن اللي المفروض يدور عليه. الناس اللي بنت اهرامات بالحجم ده باستخدام 6.5 مليون طن من الحجارة اكيد كان عددهم كبير جدا، يمكن يكون معدي 20,000 نسمة، واكيد كانوا مقيمين جنب مكان البناء او قريبين منه. لكن هيبدأ البحث منين؟ لينارد لاحظ في منطقة اسمها حائط الغراب جنب الاهرامات ان في اطلال جدران طولها من كعب الرجل للخصر. العلماء ملاحظينها من سنين لكنهم مش قادرين يفكوا اللغز بتاعها. وفي سنه 1999 وبتمويل من رجال اعمال مهتمين بالمصريات زي ان لوري وبيتر نورتون وديفيد كوش وغيرهم، لينارد هيبدا مشروع الالفيه الجديده بمعنى الكلمه، البحث عن مكان اقامه عمال بناء الاهرامات بفريق مكون من 30 عالم اثار واكثر من 100 عامل بيساعدوه. وخلال 3 سنين قدروا يحفروا 5000 متر مربع في المنطقة بطريقة دقيقة جدا عشان ما يدمروش أي حاجة في سكتهم. وواحدة واحدة بدأ يظهر واحد من أهم الاكتشافات في التاريخ: مدينتين جنب بعض. الأولى يبدو إنها كانت بتتطور وبتكبر ببطء مع الوقت، كانت عبارة عن مباني سكنية للعمال المشاركين في بناء الأهرامات، كانت بنفس الترتيب كده: أوضة كبيرة بتتسع لحوالي 20 فرد وجنبها أوضة تانية صغيرة للمشرف بتاع العمال دول، وهكذا. كانت أشبه بالسكنات أو البلوكات السكنية أو مدينة. أما التانية فكانت عبارة عن ممرات طويلة بتفصلها شوارع مصممة بطريقة شبه الشبكة، حدودها هي حائط الغراب، واللي اتضح انه مش مجرد حائط ولكن واحد من اكبر الممرات في العالم القديم بارتفاع 30 قدم مع بوابة بطول 21 قدم، واللي تعتبر واحدة من اكبر البوابات في العالم القديم برضو، وكمان مبنى ملكي مليان بمئات الاختام واللي بترجع لعهد ابن خوفو خفرع وحفيده منقور. في منطقة البحث اللي اتكلمنا عنها لقوا اماكن كانت مخصصة لذبح المواشي زي الابقار والجاموس والخرفان والماعز وهياكل اسماك، واماكن تانية لصنع البيرة اللي كانت تعتبر المشروب الرسمي للمصريين زي الشاي عندنا دلوقتي. مش معقول يكون كل ده معمول لمجموعة من العبيد او عمال الصخرة. محلل علم الحيوان ريتشارد بريدنج من متحف التاريخ الطبيعي في جامعة ميشيغان عبر عن ذهوله من كمية عظام الابقار اللي لقيوها في المكان. العمال دول كانوا بياكلوا اجود انواع اللحوم يوميا. مش بس كده، اثناء تحليل عالمة النباتات القديمة ويلما ويترستروم من جامعة
جامعة هارفارد البقايا النباتات اللي موجودة في المكان، اكتشفت ان الخبازين المصريين استخدموا الشعير والقمح في صناعة الخبز. كان في مئات الالاف من اواني الخبز دي، واللي كانت كافية لاطعام كل اللي شغالين على المشروع. ما كانش اي خبز، ده كان خبز عالي الجودة معمول من نوع قمح اسمه القمح الحبشي، وده بيمتاز بان نسبة الجلوتين فيه قليلة، يعني خبز صحي. والعيش الجيد والبيرة كانوا من اهم ركائز النظام الغذائي للمصري القديم. وكمان اكتشفوا ان دول ما كانوش مجرد عمال بس، دول كانوا حرفيين مهرة، فيهم البنايين والحدادين والنجارين والفلاحين. واللي اكد ده اكتر هي الاختام والطوابع القديمة اللي لقوها باسامي العمال، واللي كانت بمثابة دليل بيروقراطي على كيفية اشراف المسؤولين على تنظيم العمال، زي اطعام العمال واماكن سكنهم واجورهم وتنظيم وردياتهم، لان العمال دول كانوا جايين من كل مكان في مصر، من الدلتا ومن الصعيد. الاكتشاف اثبت ان المصريين كانوا شايفين ان العمل في بناء الاهرامات فرصة لاي حد عايز وضعه الاجتماعي والاقتصادي يتحسن، كانك مسافر تشتغل بره مثلا عشان تحسن دخلك وتعيش عيشه كويسه. وانت شغال كنت بتلاقي طعام عالي الجوده بشكل يومي. لا ومش بس كده، ده اللي كان بيشتغل في بناء الاهرامات بيتعامل زي اللي بيشتغل في وظيفه حكوميه مهمه دلوقتي، يمكن كمان لازمها وسط، يعني وضع اجتماعي محترم. والدليل على ان العمال كانوا مبسوطين هي كتاباتهم على الجدران جوه الهرم، زي اصدقاء عصابه خوفو وسكارة منقرع، حاجه كده شبه الجمل الهزليه اللي الشباب بيحبوا يكتبوها على الحيطان اليومين دول عشان يسيبوا بصمه ليهم في المكان. الاغرب بقى ان اللي كان بيموت من العمال دول كان بيتم دفنه في مقابر قريبه من موقع بناء الاهرامات، وكان بيتم الاهتمام بيهم وبطريقه دفنهم زيهم زي الملوك. العمل في بناء الاهرامات ما كانش سهل برضه، وكان محفوف بالمخاطر بحسب وصف العلماء. الهياكل العظميه لبعض العمال بتقول ان عضلاتهم كانت تحت قدر كبير من الاجهاد، لكن كله كان يهون في سبيل المشاركه في عمل مقدس زي بناء المقبره الملكيه. المصريين القدماء كانوا بيعتبروا ملوكهم دول آلهة أو أنصاف آلهة، يعني حاجة مشرفة جدا إنك تخدمهم، وده كان الشعور المجتمعي السائد وقتها. عشان كده اللي شارك فيه كان فخور بيه جدا، لدرجة إنه كان بيسجل أحداثه بشكل يومي. على سبيل المثال في سنة 2013 بعثة من جامعة السوربون الفرنسية اكتشفت بردية في كهف بوادي الجرف على ساحل البحر الأحمر. البردية كتبها موظف اسمه ميرور ده كان رئيس عمال ومسؤول عن حوالي 40 عامل من اللي شغالين في بناء الأهرامات، بيشرح بالتفصيل الأنشطة اليومية لنقل الحجارة من مقلع الحجر الجيري في طرة للجيزة مكان بناء الأهرامات. الكتابات أو اليوميات دي بتغطي 5 شهور في عهد الملك خوفو، ودي كانت واحدة من أهم الاكتشافات اللي دعمت فرضية واكتشاف لينر. والبردية موجودة حاليا في المتحف المصري. في النهاية بناء بحجم الأهرامات ما ينفعش يقوم أبدا على نظام العبودية ولا تحت تعذيب السياط ولا بالإجبار، بل بيتطلب قدر كبير من التحرر في الجهاز الاجتماعي الموجود حسب وصف لينر، وبيقول إن الأهرامات هي اللي بنت مصر أكتر من إن المصريين هم اللي بنوا الأهرامات. يعني إنك تكون قادر تدير مشروع اقتصادي ضخم زي بناء الأهرامات بالعدد الهائل ده من العمال وبالطريقة المنظمة دي وفي حدود سنة 3000 قبل الميلاد، ده إنجاز مش بس عظيم، ده هو الحضارة في حد ذاتها. أنا كده خلصت اللي عندي، يا ريت تشاركونا في التعليقات عن أغرب قصص سمعتوها عن بناء الأهرامات. أشوفكم على خير، سلام.